مساء الخير على اجمل متابعين في الدنيا. تعالى بقى نعمل النهارده ايه؟ جلاش كده، ميكس جلاش مع كنافه كده، حاجه رهيبه. وهتطلع معاكم بنفس اللون وبنفس الطعم الرهيب، بجد حاجه كده تحفه. لايك للفيديو الجميل ده بقى، اتمنى لايك للفيديو، ما تستخسروش فيها اللايك واشتراك في القناه لسه مشتركش. وتعالوا نشوفوا طريقه الكنافه والجلاش. انا معايا كنافه، نص كيلو كنافه. انا حاططها في الفريزر الاول، ما اقدرش اجيبها كده من عند الحلويات واعملها، لازم احطها في الفريزر حوالي ساعتين 3 عشان اقدر افرمها الفرمه اللي تحت ايدي دي. يعني عشان انعمها خالص كده لازم تكون في الفريزر قبلها، عشان اطلعها من الفريزر واقطعها التقطيعه دي. هبتدي بقى ايه؟ انعمها خالص على قد ما اقدر، على قد ما تقدروا. لازم حابين تعملوها في الكب، حابين تعملوها في زي ما انا بعملها كده. وده فنجان سكر بودر او معلقتين، حوالي معلقتين كبار من السكر البودر، عشان لما بحط السكر البودر قبل السمنه بتشرب من السمنه كويس وبتتماسك معايا. ابتدي اقلب كده كل شويه وانعمها تحت ايدي كمان. يعني كل ما تنعميها احسن، كل ما تنعميها في ايدك كده. ده حوالي فنجان صغير، حوالي 4 معالق سمنه على زيت. وابتدي اشرب بقى الكنافه كده معايا، يعني حوالي 4 معالق سمنة حلوين كده. وعليهم معلقة زيت. ده الفنجان الصغير. هبتدي بقى ايه؟ ابسها كده السمنة في الكنافة زي ما انتوا شايفين كده، اشربها كويس. خلاص انا كده خلاص شربتها خالص اهي. لو انتوا حاسين ان انتوا اللي معاكم حابه يعني محتاجه سمنه تاني، رشوا لها رشه خفيفه وهي في الصاجه كده. اهم حاجه بقى تضغطوا جامد، يعني انا فردتها في الصاجه كده. اضغطوا بقى بايديكم كده جامد. واضغطوا لتحت كده عشان خاطر تكبس معايا. دي بقى ميه وجوز الهند، يعني احنا عشان صايمين فاعملها بميه، طبعا الكريمه اعملها بميه. لو انتوا بقى اعملوها بلبن، الناس اللي حابه تعملها بلبن تعملها بلبن. انا حطيت ميه على معلقتين جوز الهند كده مبشورين، وحطيت معلقتين، كل كوبايه ميه عليها معلقه نشا. الفيديو ما جابهاش كامله، تصوير قطع مني. هي كل كوبايه لبن عليها معلقه نشا هرميه، او كل كوبايه ميه عليها معلقه نشا هرميه. ودي فول سوداني انا عاملاه في الكبه. ودي فراوله متقطعه، حبيت كده احلي طعمها كده ووديها مزازه كده من طعم الفاكهه. اي فاكهه عندكم بقى، مانجا، اي في نوع فاكهه عندكم انتوا حابين تحطوه حطوه. وبعد كده حبيت افرد الورقه الجلاش كده زي ما انتوا شايفين معايا. طبق فيه سمنه على زيت عشان تبقى خفيفه ما تبقاش تقيله. سمنه جنه نباتي عليها زيت عشان تبقى مرمشه برضو وتديني القرمشه. وابتدي بقى ايه؟ ادهن بين كل طبق وطبق زي ما انتوا شايفين كده. على فكره طريقتها سهله وكانت لذيذه وطعمها رهيب بجد. اتمنى يا حبايبي بقى اشتراك في القناه لسه مشتركش، ولايك للفيديو بجد، عشان اوصل لاكبر عدد من المشاهدين. وابتدي بقى افرد كده وخلاص، وابتدي ادخل الطروف دي لجوه كده عشان تبقى طالعه معايا القطعه بعد كده بقطعتها، يعني ما تبقاش متبهدله مني. وابتدي خلاص هي كده خلصت الورق كله. ابتدي اشربها بقى من السمنه اللي معايا خالص عشان تطلع محمره من فوق ولونها حلو. ابتدي بقى ايه؟ اشرب السمنه الباقيه دي، اشربها في الجلاش اللي معايا. هولع الفرن بقى على درجة حرارة 120، واحطها على الصاجة اللي من تحت. اول ما احس الجوانب احمرت معايا، هقوم ولع الشواية من فوق، اديها لون من فوق. لان دي حلويات ممكن تتحرق بسرعة. احطها على 120 على الصاجة اللي من تحت، تشوفوا الجوانب بقت كويسة تقوموا مولعين الشواية من فوق. هبتدي اقطعها بقى على قد القطع اللي انا عايزاها، ايه يعني، متوسطة كبيرة اللي انتوا حابين. انا قطعتها خلاص اهي. وابتدي بقى ايه؟ احطها في الفرن واسويها على درجة حرارة 120 زي ما قلت لكم. وهتشوفوا بقى ايه هتطلع معايا عاملة ازاي. هنعمل بقى الشربات عقبال ما ندخلها الفرن، نعمل الشربات مع بعض. معايا كوبايتين من السكر، اي نوع سكر، حبيبات غامقة لسكر فاتح مفيش مشكلة، الشربات ما بتفرقش معاه نوع السكر. كوبايتين من السكر على كوباية ونص من المية. وهنزل عليهم بنص ليمون، انا مش حابة ادوبهم. هنزل عليهم بنص ليمونة على البوتاجاز اول ما يغلي معايا، تدويبة بسيطة كده، واقوم حطها على البوتاجاز. هتغلي معايا بقى، واقوم نازله عليها بنص ليمون. انا قاعده على النار حوالي ربع ساعه كده، واقوم منزلاها يكون سمك الشربات بقى حلو معايا او السيرم. يعني ربع ساعه بالظبط كده واقل كمان.
خلاص هو السيرم طلع معايا اهو، الشربات برد. لازم الشربات يكون دافي عشان ما يسلقهاش او تبقى طريه، انا عايزاها مقرمشه من بره. السيرم بتاعي يبقى بارد وهي بتبقى سخنه، واسقيها كده زي ما انتم شايفين. بألف هنا وشفا يا حبايبي، بجد لو عجبتكم عملتوها اعملوا لايك بقى، واكتبوا له تعليق حلو كده منكم يفرحني. وبألف هنا وشفا يا حبايبي، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. انا طلعت لكم قطعه كده عشان اوريها لكم. بجد خطيره من تحت، الكنافه رهيبه والحشو خطيره وطعمها رهيب. بجد يعني حاجه كده حلوه، والصيامي كمان يعني حاجه كده تفتح النفس.